حوالي 600 جرام بدل كيلو. خلينا مقارنات المشاوي والمطاعم بدات ترجع تاني. ها لا يا باشا، نرجع للكيلو. ده يا حبيبي لو فاكر رغيف حواوشي، لا ده قطعتين طرب. اهلا بيكم في مقارنه احسن كيلو مشاوي مشكله من 3 براندات كبار. على يمينك المحمدي، شجره الدر، بيت المشويات، ومعانا سلاحنا. نسمي الله ونبتدي. اوردرنا من المحمدي 8890 جنيه. عباره عن ايه؟ كيلو وواحد رز وشويه سلطات هم مديهم لنا فري. الكيلو لوحده ب 1600 والرز ب 75 وخدمه توصيل 120 جنيه. ظاهر الكلام ده عزيزي؟ انا قلت له انا عايزه مشكل، هو جايبه لي ايه؟ مشكل ولا ايه الكلام؟ تيجي نحطه زي ما هو يا عم كده، نشوف كده هيطلع كيلو ولا ايه؟ كام؟ 816 جرام. 800 يعني دول حوالي 600 جرام بدل كيلو. المحمدي كده احنا نزعل، ولكن شكله يحترم. بس انا هل تفتكر ده بسبب الريش؟ يعني هو مقلل الميزان عشان الريش ولا عشان الكباب؟ قطعة ريشة واحدة، ها؟ حاطط ريشة واحدة، حاطط كباب، حاطط تعتبر دي ريشة تانية صح؟ هنقول ريشتين وكباب وكفتة. مفيش طرب، عايزين نعلي الكوليسترول. مفيش طرب ليه؟ لا مفيش طرب. نبتدي بالريشة. تحس الريشة تخينة كده صح؟ يعني تحسها الراجل ده كريم. بص الريشة من هنا مستخبية فيها حتة دهن عاملة قد ايه؟ تعالي الكوليسترول دي. حتة ريشة نضيفة طعمها طري وحلوة. خش على صابع الكفتة. نشوف الكوليسترول. ودي يا باشا. مطرة. باين السيولة اللي نازلة. بص بكمية الكوليسترول ده لما تاكل كفتة الكوليسترول يبقى في السما، والطحينة بتاعته تنزل في الطحينة. معلقة رز، حتة كفتة ناعمة قوي، ناعمة جوسي خالص كده. عارف انت اللي ده هنا قدامك مضرمة. نشوف الكباب بيقول ايه. وواضح يا عزيزي برضك ان هو ايه، عرق معاهم. اللحمة بيضة من جوه حلوة صح؟ رز وطحينة وكباب وكفتة وكل حاجة 10 من 10 وريش. بس غلطتي الوحيدة عند المحمدي المرة دي ان لا ارجع لايام زمان. المقارنات القديمة كنت بتجيب الكيلو خش على بعضه. واغلاهم شجرة الدر. الكيلو بالرز والسلطات عامل كام؟ 2400 جنيه. الكيلو لوحده يا عزيزي عامل 1700 وحاجة غير شامل الضريبة. عارف انت شاري تورته. دي ما تعرقهمش، ما تعرقش الاكل. انت الحق ده بسبوسه دي ولا ايه؟ ايه ده؟ طرب ده. طرب وكباب وكفته. تيجي نوزنهم بكرتونته زي ما عملنا التاني، بس الكرتونه هتبقى اتقل كتير. خد بالك هنقول لا اكتر من كام؟ كيلو 40. كيلو 40 بالكرتونه دي يعني 800 جرام زي اللي فات. والتاني كان هو يوصل 600 جرام. هنا اكتر شويه واغلى شويه صح؟ هي اصلا الاستاذ هشام عشان عامل باكينج محترم. دي تربايه دي بس هو على طريقته هو. اول مره اشوفها. اول مره اشوف تربايه بالمنظر ده. كوليسترولها موجود عالي ولا مش عالي؟ عالي. ادينك مخلل بس، يعني هما باعتين بس شكل المخلل نضيف قوي. ندوق احنا التربايه. طعم الطرب بتاع زمان بتاع ستي وستك ده اصلا هو عرقان من جواه صح؟ باين عليه. بس عايز اوريكم حاجه. ده يا حبيبي لو فاكر رغيف حواوشي، لا ده قطعتين طرب بس من شجره الدر. طبق رز سعره كام؟ ب 70 جنيه بس يحترم الصراحه. خش على صابع الكفته بتاعهم يا عزيزي. برضك صابع الكفته عرقان عرقان وكوليستروله يوصل للسما. ده كوليسترول فين يا عزيزي؟ كوليسترول في السما. انا كنت اقول لك انا راجل يعني اديني كيلو كفته وخلاص اسامحك بعد كده. لحمه بيور قوي صح؟ لحمه بيور. انسجتها حتى ناعمه. يعني ما بتحبش الكفته تبقى ناشفه من بره، دي جوسي قوي، جوسي بجد. مش بتاعهم شكله غريب قوي صح؟ تحسه مش عيش شامي عادي. طب حتى نحط حته كبابيه ولا عيب؟ حط يا باشا. عيب صح؟ ده فين حقه بطعم. حته كباب متبله في اللذيذ منه. بس انا حوار الطرب ده غريب بالنسبه لي. يعني مش هو ده الطرب اللي انا عايز ملفوفه دي هنا بقى غرقانه في كوليسترول وده كحاجه 10 من 10. مش هنتكلم عن شجره الدر. نظافه طعم كواليتي وكل حاجه خش عليه بعض. واخيرا بيت المشويات. واوردرنا كان هو ب 1700
و30 جنيه. نفس لفه المحمدي بالظبط. ها يعني لو انت رجعت لورا شويه تلاقيها هي نفس اللفه. ده شغل السوريين ده. عباره عن ايه؟ كفته وكباب وخلاص، كفته وكباب بس. في ريش؟ مفيش ريش. طيب هنوزنه زي ما عملنا مع اخواتنا اللي فاتوا بطبقه. كام يا عزيز؟ 850. 850 اكترهم ميزانا. انت قلت مقارنات. قال لهم سعرا قال لنا مقارنات المشاوي والمطاعم بدات ترجع تاني. ها؟ لا يا باشا نرجع للكيلو كيلو. هل هو اصلا بالنسبه لكم الكيلو دوت واقف عليك ب 1700 جنيه انت بالنسبه لك مرضي؟ خد بالك ان الثلاث براندات دول في التجمع ايجاراتهم غاليه جدا، فعشان برضك وهم كواليتي الصراحه محترم. واكتب في كومنت وقول، يعني ناس تتابع بقى الكومنتات تشوف هل الكلام ده بالنسبه لها مناسب ولا لا. طبق الرز هنا ب 77 جنيه، الفرق بسيط، كلهم 70 75 ما يختلفوش كتير عن بعض. تدوس عليه كده يحصل ايه؟ يبوظ ايه؟ دهون. لا يبوظ كوليسترول. ده الكوليسترول الحقيقي، ده الكوليسترول يا عزيزي، ما ترجعش ورا. ده كوليسترول فين ده؟ السم. كوليسترول في السم جد اهو. نقطت وايدي اصلا اهي. اصل الحاجات دي الدكتور بيقول لك خاف. انسجتها حلوه على فكره. ناخد بقى حته الكفته بتاعتهم دي في الطحينه بتاعتهم الكريمي دي. صغير بس بيقدرك ويبعت لك طحينه اهو. ما تتكلمش كده عشان شيرين بزوم ما بيبعتش طحينه مع اي اكل، ماشي يا عم. فما تودوناش في داهيه. ها؟ صابع كفته شويه رز وطحينه ولا غلطه. بالنسبه لك يا عزيزي انت التقطيعه دي كويسه ولا لا؟ تقطيعه اكبر شويه، تشيش مش كباب. ها مش كده حته شيش بيشد ليه كده اهو؟ دي عشان طبيعي الكباب لازم يشد. لحمه الكباب طبيعيه عادي. رتبهم لي كده يا فرد. برتبهم لك كده حاضر. المحمدي اديله مركز اول مع انهم الثلاثه حلوين. يجي وراه شجره الدر، بيت المشويات رقم 3. كم عشان التاني كان مديني طرب، بصراحه احب الطرب، انا احب الدهون والكوليسترول وايه اكني وشيصني. الثلاثه حلوين، الثلاثه حلوين، بس يعني هندي نجمه النهارده للمحمدي، يبقى هو رقم واحد النهارده. لو هاجي المره الجايه اكلم مين اقرب واحد احس ان كده اروح للمحمدي. كوليسترول فين يا عزيزي؟ اكتب في كومنت، اعمل لايك للفيديو دوت. بحبكم في الله. فرع مدينه نصر شغال سوفت اوبننج، افتتاح تجريبي كده. روح على فرع مدينه نصر هتاكلوا سي فود، بلاش مشويات، حاجه بتعلي الكوليسترول والفوسفور، وحاجه تعلي الكوليسترول والبروتين، وحاجات انا بصوا تعبنا. سلام.